عاوز اقول كلمتين لجمهور نادي الزمالك. الاهلاويه ما لهمش دعوه عشان هي مش ناقصه. كابتن محمود الخطيب ده مش تلميذ. رئيس النادي الاهلي، رئيس اكبر نادي في الشرق الاوسط وفي مصر وفي افريقيا، طيب ومحترم وكل حاجه وجميل وزي الفل، بس الراجل ده مش تلميذ. مش تلميذ، هو عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. يعني الكلمه اللي بتطلع من بقه موزونه، مش بيقول اي حاجه. نفس الكلام الناس اللي شغاله في النادي الاهلي كلها. عشان انا زمان لما طلعت قلت لكم كلمه الاهلي فوق الجميع دي مش اونطه، انتوا ما صدقتنيش. هم بيبدوا مصلحه الاهلي على مصلحتهم. فلما انت تجيب سيره النادي الاهلي في قناه نادي الزمالك، بالنسبه للاهلي مش حاجه. لا هو عنده وقف قيد، ولا عليه فلوس، ولا عليه ديون، ولا مستحقات لاعبين، ولا موظفين، ولا انت اصلا تشغله في اي حاجه. بس هو هيعمل لك حاجه واحده، عشان انا قلت لك من شويه كابتن محمود الخطيب مش تلميذ. هيجيب لك يانيك فيريرا يطلعه له في قناه نادي الزمالك، يخلي الدنيا نار عندك في 100 عقبه. نار نار نادي الزمالك نار. عارف يعني نار؟ كابتن احمد شوبير باللي عمله ده ولع الدنيا نار في الزمالك. ولع الدنيا نار، خلاهم بيتكلموا في كل حاجه مش عارفين يقولوا ايه. بيقول لك كولر، طبعا كولر لو جابوا الاهلي النهارده، يعني الاهلي لو جاب مدرب النهارده بمليون دولار ومشاه تاني يوم الصبح، الراجل معاه فلوس. النادي الاهلي معاه فلوس، انت معكش فلوس. فمهما انت تقول انت مش هتصد. فما بلاش تجيب سيره النادي الاهلي في التلفزيون. بلاش تجيب سيره النادي الاهلي على لسان اعلامي نادي الزمالك. بلاش خليك رقم قياسي يا صبحي وسلبي كمان. في حارس مرمى في الدنيا في اي دوري في العالم بيلعب 69 ماتش بيخش فيه 70 جون. يا ابني انت مش بتلعب في مركز شباب زي عربانه، انت بتلعب في نادي الزمالك. بتلعب في احد قطبي الكره المصريه. حارس مرمى، يعني حارس مرمى نادي الزمالك يلعب 69 ماتش يخش فيه 70 جون. يا ابني انت لو مهاجم وسابه علي يتعلم منك، يقعد كده يقول لك ده انت باشا. ده انا بص هبطل الكوره واجيب حجر معسل واقعد له بقى. ده محمد صبحي ده بسم الله. ايه يا ابني ده يا ابني؟ يا ابني هي ناقصاك انت ولا فرجاني ساسي؟ هو في كلكم علينا؟ يعني فرجاني ساسي ده مرتضى منصور بيقول له انت يا ابني، قال له انا من 100 عقبه. ده من عندنا من المنطقه. ده بص، ده عايش معانا اصلا. هو بيلعب في الزمالك وعايش معانا في الزمالك. عايز 500,000 دولار وافنقك 3 مرات النهارده. 3 مرات في الوقت اللي نادي الزمالك اصلا يعني فضحته بجلاجل. ده انا على قناه العربيه بقول لك 452 مليون جنيه عجز في نادي الزمالك. عجز. ده خارج المديونيات، عشان بس ايه يبقى كل الكلام واضح وصريح وكل واحد عارف حاجته. عم فرجاني ساسي لوحده عايز 500,000 دولار. طب رجع بقى يا علق، معلش انا اسف، الحلقه بتاع الحاجه زينب اللي هي كانت هتبيعه عشانك او اللي هي بعته عشانك. ما انت مش كنت عايز فلوس والحاجه زينب بعت ايه؟ طلعه معلش. ما ده احنا هنشوف ايام سودا. وبعدين في حاجه بقى انا عايز اتكلم فيها مع اخواتنا الاهلاويه، عشان بجد احساس ان في حد اللي هو انا مش عايز اجيبها بطريقه وحشه. النادي الاهلي اكنه في حاجه غلط مع، يعني انا هقول لك وانت احكي لي، عشان مش عايز اخبط في الحلل. لما نادي الزمالك بيلعب كره قدم بياخد ايرادات الاستاد بتاعته 400,000 جنيه في السنه، والنادي الاهلي ياخد 26 مليون و800 الف جنيه في السنه، انا احسبها ازاي؟ انا احسبها ازاي؟ انا كمشجع زملكاوي احسبها ازاي؟ انا عايز افهم. 26 مليون و800 الف ونادي الزمالك بياخد 400 الف. يا راجل اديني مليون. يعني انت ادانا عليا 452 مليون جنيه عجز ميزانيه. ده لوحدهم. انت بتديني 400 الف جنيه اعمل بيهم ايه؟ يعني والنادي الاهلي ياخد 26 مليون و800 الف ليه؟ ده معاه مليار، عنده 5 فروع بسم الله ما شاء الله. لسه بقى وسام ابو علي واخد عده وعمال يبيع في لعيبه وياخد عده ودولارات داخله وخارجه ولاعيبه داخله وخارجه انا بالنسبه لي ايه؟ وبعدين الاهلي، يعني الاهلي كله على بعضه بسم الله ما شاء الله، انا ماسك الخشب والله، 56.5 مليون جنيه ايرادات التلفزيون، افريقيا والدوري. الزمالك شاكب راكب بمواصلاته 400,000. انا بس يعني ما هقول ايه؟ طيب ما انا هقول ايه؟ ليه يعني؟ حرام ولا حلال؟ والله بجد احنا دلوقتي انا اعمل ايه؟ يعني انا اصحى الصبح الاقي معلم صبحي عامل رقم قياسي سلبي شديد بسم الله ما شاء الله عليه، بيلعب مهاجم شويه ولا عجز في قناه العربيه. دي فضيحه، ده مستوى العالم الكلام ده. يعني بص، ده الموضوع سياح. 452 مليون شويه وعمك فرجاني ساسي قال لك ده لسه جوميز ولسه كريستيان جروس، غير بقى لا في لعيبه مصريين بقى ولا لسه ده في. طول ما انت حاطط نفسك مع الاهلي وعامل نفسك راس براس وخانه بخانه مع النادي الاهلي، قسما بالله عمرك ما هتنفع ولا عمرك هتطلع خطوه واحده لقدام. هيفضل كل ما هيشوفك هيعورك. هيشوفك في دوري هيعورك، هيشوفك في كاس مصر هيعورك، زي ما شافك في افريقيا كده. الله اكبر الله اعظم والاذان اهو، ربنا شاهد على كلامي واللي انا بقوله ده.
اقسم بالله طول ما انت حاطط نفسك مع النادي الاهلي عمرك ما هتطلع خطوه واحده لقدام، لانك ببساطه شايل كل حاجه من دماغك وحاطط النادي الاهلي بس، سايب كرامتك وسايب تاريخك وناديك، سايب كل حاجه. اخر 20 سنه اللي عمله النادي الاهلي في نادي الزمالك مفيش فرقه عملته في العالم، مفيش نادي في العالم عمل في نادي تاني اللي النادي الاهلي عمله في نادي الزمالك. مش عشان النادي الاهلي جامد، عشان رئيس مجلس اداره الزمالك او اداره الزمالك على مر اخر 20 سنه كلهم اغبياء، ما فهمش واحد بس عاقل. عشان لو فيك واحد بس عاقل كان عرف فرق الامكانيات اللي بينك وبين النادي الاهلي وكان عمل حسابها، انما انت ما عملتش حسابها. انت كل سنه بتروح تجيب 5 6 صفقات ليه؟ عشان تغلب النادي الاهلي، عشان اخد الدوري من النادي الاهلي، عشان اخد الكاس من النادي الاهلي. طب الله ينور عليك، جبت ال5 6 صفقات، يلا بينا نلعب في الدوري. لعبت اول ماتش والتاني والتالت والرابع، عدى شهر عدى شهرين، عايز فلوس عشان تقبض الناس، مفيش فلوس، اللعيبه وقعت نفسيا، الاهلي راح جاي ماسكك مسح بكرامتك الارض زي ما بيحصل في كل مره. في كل مره. ليه؟ لان انت رحت جبت 5 6 لعيبه انت ما معكش تديهم مرتبات اصلا، وجبت مدرب جديد بالشيء الفلاني مع نادي متكامل وجاهز مما جميعه. يعني لعيبه النادي الاهلي جاهزه واخده مرتباتها ومدرب جاهز وعلى اعلى من مستوى من الجاهزيه، وانت رحت جبت 5 6 لعيبه مشكلين وعملت لي فريق في اول الدوري زي كل سنه. جه الاهلي غلبك، طب يا عم ماشي ماشي خلاص السنه خلصت، المفروض ابدا السنه الجديده بقى افكر. لا، ده انا ببدا السنه الجديده بمشي ال6 لعيبه اللي انا كنت جايبهم واجيب 6 لعيبه تاني، وابقى عليا ديون بتوع 6 لعيبه اللي مش اللي قبل كده، و6 لعيبه بتوع اللي لسه ماشيهم، وال6 7 لعيبه اللي انا لسه جايبهم، والثلاث ال7 8 مدربين اللي انا هجيبهم في السنتين 3. فانت بتلاقي نفسك كل موسم طالع انت عليك فلوس تتخطى 300 400 مليون جنيه. اداره نادي الزمالك الموجوده عليها مبلغ يتخطى 9 مليون دولار ديون للعيبه والمدربين والمساعدين مدربين ومش عارف لايه، وبلاوي سودا. انت داخل في دوامه مش تطلع منها، فانت ما تعملش نفسك راس براس مع النادي الاهلي لان انت اصلا مش في مستواه. انت عندك اخبى اداره عرفها التاريخ في الدنيا، كل سنه هي ناس حاطه الاهلي في دماغها انا عايز انزل اجيب لعيبه تغلب النادي ده. يا عم انا عايز اجيب لعيبه تلعب في الزمالك، انا عايز اجيب لعيبه تلعب في الزمالك، مش تلعب عشان تكسب الاهلي ولا تكسب الدوري. انا عايز لعيبه تلعب باسم نادي الزمالك، لعيبه تحافظ على شكلنا، لعيبه لما تيجي تتغلب ما تتهنش، ما يتمسحش بيها الارض. لعيب لما اجي اقول له معلش استحملني شهر يقول لي على راسي، مش هستحملني شهر الماتش اللي بعد منه يبقى مع الاهلي اتغلب او مع الجونه اتغلب. احنا لما كان المرتب بيتاخر على اللعيبه يومين 3 الماتش اللي بعد منه بنتغلبوا. انت عايز تحط راسك براس مع مين؟ ده واحد عنده 5 فروع، الميزانيه بتاعته بيقول لك داخله في 8 مليار جنيه، انت بتتكلم مع مين؟ فانت عشان تكسب النادي الاهلي وعشان تبقى بطل وعشان تبقى ذكر وعشان تبقى شبح وعشان ابقى اسد، انا لازم اشتغل على نفسي الاول. لازم انا ابقى عندي اداره صح، انا لازم يبقى عندي لعيبه كويسه ومش لعيبه غاليه. انا ما اروحش اجيب التوت فروت مش عارف ابو مين عشان اكسب النادي الاهلي واديله مبلغ قد كده وهو اصلا ما بيعرفش يلعب. واحد زي شيكو بانزا ده بيعمل كل حاجه في الكوره وبيجي جنب الجون يطلعها بره، انا استفدت بيه ايه؟ استفدت بيه ايه؟ وكنت مع دولي على الدكه، سيف الجزيري كنت مع دولي على الدكه، خوان بزيره مش عارف كان فين. كل لعيب بتجيبه انت يا بترميه على الدكه يا بتمشيه وبتدمره وبتدمرني، عشان انت اداره غبيه متخلفه، هم اداره ناجحه. انت لو عايز تبقى راس براس مع النادي الاهلي وعايز تبقى راجل جدع وعايز تقول له انا اهو، اعمل زي ما بيعمل، نقي اللعيبه الصح، تعرف تاخد منهم لعيب زي احمد سيد زيزو كده فري وياخد عليه فلوس. ما هو زيزو ليه عند الزمالك 70 مليون، هم خدوا زيزو وهياخد هو 70 مليون كمان وهو ماشي، يعني مش 700 جنيه مش 700 ألف جنيه يقلبوا حياة واحد زي حالاتي مثلا. ده لو 70 ألف مش 700 ألف، هو هياخد 70 مليون من نادي الزمالك، 70 مليون من نادي الزمالك، 70 مليون هياخدهم غير ان هو راح فري. وبتكلمنا على الاداره بتقول لي انا ناجح، ده انت افشل اداره في التاريخ.